شكرا. سأفاجئك أن المنتخب النيجيري سيجتاز المنتخب المغربي إن شاء الله. إن شاء الله نشوف الروح الرياضية. إن شاء الله نشوف الروح الرياضية في المباراة. هذه ما تحلمش بها يا أخي علي أبدا. أنت أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة، حلقة جديدة من قناتنا وقناتكم علي نيوز تي في. فضيحة مدوية أبطالها الإعلام الجزائري. الإعلام الجزائري يتمنى خسارة المغرب أمام نيجيريا، ويدعو الله تعالى من أجل أن يخسر المغرب اللقاء ديالو مع المنتخب النيجيري. كالعادة دائما الإعلام الجزائري لازال يبكي ويشكي على التحكيم ويعلق شماعة الخسارة ديالو أمام المنتخب النيجيري بالتحكيم وبالكولسة، ولكن الواقع كيقول عكس ذلك. فالمنتخب الجزائري لم يقوى على مجاراة إيقاع المنتخب النيجيري، المنتخب النيجيري اللي سيطر بالطول والعرض على المنتخب الجزائري. خوتي خواتتي، ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا هذا الإعلام الحقود، هذا الإعلام في الحقيقة ليكن كل العداء وللمملكة المغربية، كيفاش أنه كيقول على أن المغرب غادي يفوز بالكولسة، وعلى أن لن يكون بطل لهذه النسخة إلا المغرب بطبيعة الحال بالكولسة. خوتي خواتاتي، غنخليكم تكتشفوا هذا الفيديو بنفسكم، تخلوا لنا الآراء ديالكم في التعليق، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأفاضل في كل مكان، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صدى الكان المواكب للحدث القاري كأس إفريقيا للأمم في نسختها 35. إذن مغامرة المنتخب الوطني الجزائري توقفت أمس على يد منتخب نيجيريا بين خيارات بيتكوفيتش والظلم التحكيمي، تحكيم العار، وأيضا نتحدث عن الفضائح التحكيمية دائما في هذه النسخة التي ضربت مصداقية كان المغرب. فهل التاج القاري محجوز سلفا؟ نتساءل في هذا العدد من برنامج صدى الكان. سيكون معي كالعادة الإعلامي المخضرم المتابع الجيد لكرة القدم وخباياها علي بونجما. مرحبا. اهلا وسهلا، مساء الخير. وكنا نتمنوا نحضروا في ظروف افضل بعد التاهل للمنتخب الوطني، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله قدر الله ما شاء فعل، وهذا حال الكره اكيد. وراح ينفصلوا في هذا الاقصاء، سنتحدث عن هذا الاقصاء كما سيلتحق بنا مباشره ومن الدوحه المدرب والمحلل الجزائري طارق مكور. مرحبا بك طارق. مساء الخير حسام، مساء الخير لضيف الكريم وبالمشاهدين الكرام. مرحبا، مساء الخير مرة أخرى. كما سيلتحق بنا بعد قليل جمال مسعود المتأخر نوعا ما علي بونجما. التبرير غريب جدا، قال لي يعني راني متأثر بنتيجة اللقاء ولذا يعني نسيت الموعد. لم نتعود عليه، يعني تعودنا على جمال مسعود أن يكون منضبط في الحضور. منضبط. أنا صراحة لما أتصل به للمرة الأولى لا أعيد الاتصال، يعني مباشرة نلتقي وقت الموعد. فعلا اليوم أنا تعاملت معه سنوات على كل حال، هو منضبط في الحضور. صحيح. فاجأني ونتيجة اللقاء هي المبرر. يعني هو قال أنه تأثر بنتيجة مباراة أمس ولذا الذاكرة ربما لم تعد تعمل جيدا. لسنا ندري طبعا، سيلتحق بنا وهو معذور في الأخير جمال مسعودان. علي بونجما المدرب طارق ماكور كتقني وكفني عدد الكثير من الأسباب، هو تقريبا يحمل المسؤولية بطريقة مباشرة، لأنه لما نتحدث عن الجانب الفني وعن الخيار نتحدث عن المدرب أكيد. هل بيتكوفيتش يتحمل عبء هذه الخسارة لوحده مع أنه هو المدرب وهو المسؤول عن الجانب الفني وعن الخيارات؟ هناك عاملان رئيسيان وراء خروج المنتخب الوطني من المنافسة الإفريقية في اعتقادي. العامل الأول هو التحكيم، وسنفصل فيه سنفصل في هذه النقطة. نعم. والعامل الثاني هو خيارات الطاقم الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، وأيضا قوة المنافس. صراحة كنت متفائلا قبل بداية المباراة بالنظر إلى الطريقة التي تأهلنا بها في الدور ثم النهائي على حساب منتخب الكونغو. حتى أدعك تكمل علي بونجما حتى نوضح لماذا أنا أردت البدء بالجانب الفني، لأنه لا يجب أن نهرب من الحقيقة. أكيد صحيح أكيد التحكيم
فيه ما يقال، ولكن الجانب الفني يجب أن يشخص، لأنه المنتخب مقبل على منافسة كأس العالم، وهذا المدرب يعني أشيد به في المباريات السابقة، وبالتالي يجب أن نتحدث ونشخص يعني الخلل الفني في البداية أيضا. هو لكي نعطي كل ذي حق حقه. الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش وفق في الدور الأول بدليل أنه حقق 9 من 9. صحيح أننا لعبنا مع منتخبات من الصنف با إن صح التعبير، ولكن أمام المنتخب النيجيري ظهر المنتخب النيجيري قويا بصراحة. أنا شخصيا كنت متفائلا مثل ما قلت لك، ولكن أثناء المباراة مع البداية اتضح أننا سنتحمل عبء المباراة. إذا ما لاحظت أخي حسام أن المنتخب النيجيري دخل بقوة منذ الدقائق الأولى، بغض النظر عن الجانب التحكيمي. المنتخب النيجيري دخل بقوة، واتضح جليا الفارق الشاسع في المستوى بكل صراحة بين المنتخب النيجيري والمنتخب الجزائري. يضاف إلى ذلك الخيارات الفنية للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، واتضح لنا، نضيف لك نقطة ونخليك حسام، أنه وكأنه لم يدرس المنتخب النيجيري. احتفظ بها وسأفصل فيها، وكأنه ما درسش طبعا حتى نعطي لكل ذي حق حقه في يعني المداورة. علي بونجما، شاهدنا المنتخب تائه فوق أرضية الملعب أمس، عدم وجود يعني جاهزية بدنية ذهنية. ما الذي حدث بالضبط؟ والله أنت تتابع جيدا المنتخب الوطني الجزائري، ولو أنه بديت منذ قليل تحلل. والله مردوده يطرح الكثير من علامات الاستفهام. نظن أنه فيه عامل ربما آخر ليستدعي الوقوف عنده لما سمعتوش في مختلف البلاطوهات، أنه سفر المنتخب الوطني من مدينة إلى مدينة تم 24 ساعة قبل المباراة، في حين مثلا منتخب نيجيريا سافر إلى المدينة التي احتضنت المباراة 48 ساعة قبل المباراة. أعتقد أن هذا كان سببا من الأسباب الإرهاق الذي عانى منه المنتخب الوطني. يضاف إلى ذلك 120 دقيقة التي لعبها المنتخب الوطني أمام المنتخب الكونغولي. وأنا أود التركيز أخي حسام على نقطة أيضا في غاية الأهمية، هي أننا نجونا من عاصفة المنتخب النيجيري خلال الشوط الأول، الذي من حسن الحظ أننا أنهيناه ب0 مقابل 0. كان بإمكاننا أن نقبل 3 أهداف أو 4 في الشوط الأول، ولكن من حسن حظ المنتخب الوطني أنه تمكن من إنهاء الشوط بالتعادل دون أهداف. كانت فرصة من ذهب للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لتعديل الخطة والأوتار في فترة ما بين الشوطين. وشخصيا ونحن تعودنا على القراءة الجيدة للمدرب في الأشواط الثانية. صحيح. شخصيا كنت أتمنى أن يبادر بإحداث التغييرات قبل انطلاق الشوط الثاني. يدخل بخطة مغايرة، يدعم أكثر الخط الخلفي الذي كان كارثة خلال الشوط الأول. لاحظنا فرص بالجملة للمنتخب النيجيري، من حسن حظنا أننا لم نقبل أهداف. متى بدأ يتحرك الناخب الوطني؟ بعد مباشرة المنتخب النيجيري سجل منذ الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ثم بعدها أضاف الهدف الثاني بعدها بدقائق. وبعد كل هذا بدأ الناخب الوطني يتحرك بإحداثه التغييرات. الناخب الوطني تحرك متأخرا، وبعد أن حسم المنتخب النيجيري النتيجة 2-0 كان بإمكانه أنه يضيف أهداف أخرى، خاصة مع غياب رد الفعل للمنتخب الوطني يطرح علامات استفهام. تصور فيه إحصائية في المباراة أن المنتخب النيجيري مثلا سدد 10 مرات على المرمى، المنتخب الجزائري ب0 تسديدة على مدار 90 دقيقة. مردود المنتخب الوطني وبغض النظر عن الأخطاء التحكيمية يطرح الكثير من علامات الاستفهام وحتى التعجب. تعتبرها واحدة من أسوأ مباريات المنتخب الوطني؟ أكيد. لا أتحدث فقط عن فترة بيتكوفيتش، ولكن أتحدث عموما. أكيد. يعني في أسوأ فتراتنا أكيد. لم نلعب بهذه الطريقة. والله العظيم مردود مخجل جدا البارحة أمام المنتخب النيجيري. صحيح المنتخب النيجيري بعبع، صحيح أيضا المنتخب النيجيري قوي، ولكن احنا تحدثنا في الحصة الماضية إذا ما تذكر الأخ حسام عن المنتخب التونسي. المنتخب التونسي بأنه منتخب متوسط واستطاع أن يعود أمام المنتخب النيجيري 3-0، ولكنه بقي يلعب، وصل 3-2، ولو ربما فيه وقت آخر كان ممكن يعادل النتيجة. المنتخب النيجيري صحيح قوي، ولكن المنتخب الوطني صراحة ما شاهدناه البارحة، وأعيد وأكرر
بغض النظر عن الأخطاء التحكيمية يستدعي الوقوف عنده ومعالجته قبل المونديال. وسنفصل في الأخطاء التحكيمية أكيد. التي فعلتها خلال هذه النسخة من كأس إفريقيا للأمم التي يبدو أنها ضربت في العمق مصداقية نسخة كان المغرب. سنعود بعد الفاصل. عدنا إليكم من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج صدى الكان المواكب الحدث القاري كأس إفريقيا للأمم. علي بنجمة، مرحبا بك مرة أخرى، كما أرحب أيضا بالمدرب والمحلل الجزائري طارق ماكور معنا مباشرة من الدوحة، وأيضا أرحب بنائب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم سابقا، رئيس أهلي البورد سابقا، وصل متأخرا، الغني عن تعريف جمال مسعودان، الرجل المحترم. مرحبا. نتحدثوا عن الخسارة يعني المرة التي جعلتك تتأخر، بعثرة الأوراق وجعلت والله حتى نسيت الموعد يعني بكل صراحة. تكلمت معاك وهضرنا بعد الماتش وأمورات من هنا، وقلت لك نجي أمور وتالمو اللي عشتها ربما نسيت. دعنا تحدثنا عن الجانب الفني، دعنا نمر إلى نقطة مهمة وعامل أساسي الذي أثر في مباراة أمس. لست أدري ستعطيني رأيك في الأداء التحكيمي أمس في المباراة، الذي أعتقد أنه كان متحيزا بطريقة يعني همجية تدل على أن الكاف لا تزال مختطفة، والجزائر دائما عنصر مستهدف في المنافسة القارية، خاصة اليوم في هذه النسخة 35 من كأس إفريقيا للأمم التي أعتقد أنها ضربت في الصميم من حيث المصداقية. أكيد، وما يخفاكش باللي حادث يتحدث العالم. جي في دي بلاطو اون فرنسا اون انجلترا صحيح على كل حال بارتو دون لو موند يتحدثون على ما همش يتحدثوا على نوعيه اللاعبين، نوعيه الاداء، نوعيه التنظيم، نوعيه الكل يتحدث وكانها ظاهره التحكيم، لدرجه انه الصحفي الفرنسي قال بصريح العباره في الويتيام دو فينال، قال علاش راكم تخسروا في الاموال وتخسروا في المسمو وراكم تضروا باللاعبين وتضروا بسمعتكم وبسمعه الكاف، اعطيوها للمغرب بصريح العباره. اليوم احنا ضحيه هذا التحكيم لحد الساعه بكل صراحه، من ماتش السودان الى ماتش الكونغو الديمقراطيه كان التحكيم لا باس، ولكن كنا دائما وابدا، وانا شخصيا كنت احذر انه سياتي اليوم اللي راح نعاني منه من التحكيم كان كارثي من الدخله الى مونتري ساكارت، من الدخله بين توجهه على في مواجهه الكاميرون، في مواجهه تنزانيا، في مواجهه الجزائر امس، هذا تحكيميه فاضحه، ضربه الجزاء امس واضحه. نعطي كوت ديفوار ايجيبت دارها بامتياز كبير، الغربال دار والباقيين تاع لافريك دو سود وكل ماهمش. احنا الشيء اللي كان مستفيد من التحكيم هو فريق المغرب، واللي كان ضحيه التحكيم هي جزر القمر اللي وهي تنزانيا ومالي كان عندها بينالتي وكارتون روج ما اعطاهالوش. هذه تعتقد ان الامور دبرت قبل بدايه المنافسه؟ التاج محجوز، التاج محجوز اليوم. هذا الامر كنا نقولوه حتى يا اخي، تذكر ما حصل اللجمه مع نهضه بركان، تذكر الاربيتراج كيفاش كان يكون ضدنا، خاصه الفرق الجزائريه عندما تواجه الفرق المغربيه، واضحه بوضوح الشمس. انا حاجه فريده، ولكن هذا جزء من الخساره، ولكن نقول باللي بلعبنا بطريقه لعبنا احنا سهلنا المهمه للحكم، سهلناها له. انا البارح ما اقلقني وما حيرني ان ذهبت الجرينتا اللي لعبوا بها من ماتش السودان الى كلنا كنا متخوفين من المنتخب الوطني من ماتش تاع السويد حتى الماتش تاع السعوديه. الفريق وحتى في لي كاليفيكاسيون دو كوب دي موند، كاليفيكاسيون دو لاكان، كان اللعب متذبذب، يعني كان اللعب بطريقه باهته، ولكن دخلنا بقوه في الكان، دخلنا بقوه حتى الفريق ادهشنا لدرجه انني انا شخصيا والكثير من الجزائريين اصبح يطمح باش نجيبوا لكان. ولكن اليوم اللعب اللي يظهر به فريقنا انا بالنسبه لي ماهوش باهت برك، ما عرفناش من يتحمل المسؤوليه.
الاولى نحمل المسؤوليه للذين ادعوا انهم سيحمون الفريق من التحكيم ومن الظلم وامور ولم يفعلوا ذلك. هي الفيدراليه فشلنا في حمايه المنتخب. لم تكن حمايه المنتخب بصريح العباره. بالامس لم تكن هنالك حمايه. احنا شفنا ايتو، شفنا لقجع الذي رفض الغربال انه يكون في الفار، رفض انه يكونوا المصريين في اسمه، راح جاب موريتاني اللي خدم له مصالحه. ولكن حنايا باش يكون في علم الجميع انه اللي دار المباراه، الحاكم اللي دار المباراه هو اللي كان في المغرب تنزانيا في الافار. وايشو احنا حاكمين به، ايشو احنا وليد صادي داير به تقرير في الكوت ديفوار في النسخه السابقه. نعم، النسخه السابقه، على اساس انه لم يصفر لنا ضربات الجزاء اللي كان عددها 7 حتى تنحمل من كان. اليوم هذه المره لم يطلب تماما العوده الى الفار في لقطه ضربه الجزاء التي كانت واضحه تماما. العالم كامل شافها سبحان الله، هما شافوها. Tout le monde a vu la CAN. انا حبيت نقول بلي تو سامبلومون برك سيتادير كيل فولي اسيوري. هاي لقطه امامك رئيس. قالوا لي وعلاش ما صفرهاش؟ قلت لهم كانت ضد الفريق الوطني. لو ظهرت نيجيريا ما كانش باللمسه بطريقه اللعب تاعنا وبالخطه اللي دخل بها بيتكوفيتش ما كانش يحتاج الحكم. طيب سأعود اليك. انا كلمه برك في مسمو، انا قلتها هنا في هذا البلاطو، قلتها مع فاتح كي دخلنا ضد الكونغو الديمقراطيه عندما قرر انه يدخل بعموره راس حربه. انا قلت هذا الطريقه اللي راهي قاعد يلعب بها والشعب انا بالنسبه لي لا تصلح. خاصه نجحت لنا كونتر الكونغو، ولكن ضد نيجيريا فريق قوي، فريق يلعب كره، فريق كان شفناه. ونرجع باسكو توتالور سمعت في نرجع للحديث على كيف عادت في الربع ساعه الاخير، كيف عادت تونس وسجلت هدفين. طيب طارق ماكور، تستمع الينا بخصوص يعني الاداء التحكيمي في هذا الكان خاصه في مباراه امس. يعني طارق ماكور، اعرفك صريحا وتتحدث بالتفاصيل، الى اي مدى اثر التحكيم في مباراه امس؟ الى اي مدى اثر الحكم على معنويات اللاعبين واخلط ربما حسابات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش؟ وعلى صراحتك علي بونجمة، هل كل هذا يضرب بمصداقية الكاف ويضرب أيضا بمصداقية هذه النسخة؟ لأنه الكل لاحظ أنه فيه أمر معين دبر بالليل كما يقال في لغة السياسة والإعلام أيضا. والله صراحة الأخ حسام، كل شيء مدبر وكل شيء موجه لمصلحة البلد المنظم حتى يتوج باللقب بصراحة، خاصة بعد ما شاهدناه البارحة. كانت هناك تدابير لإخراج الجزائر من الدورة ربع النهائي أمام المنتخب النيجيري من خلال التأثير على الحكم الذي أدار المباراة حتى يخرج لاعبي الجزائر على تركيزهم، وهو ما نجح فيه باستحقاق. وزع كروت صفراء غير مستحقة لبعض اللاعبين. عمورة لم يرتكب، إذا ما شاهدت عمورة لم يرتكب خطأ على لاعب منتخب نيجيريا أشهر له بطاقة صفراء. تحدث أيضا ماكور على اللاعب أيت نوري في لقطة ثنائية مع لاعب المنافس. كان يفترض أن يخرج الحكم البطاقة الصفراء للاعبين معا. وفضلا عن كل هذا وذاك، لقطة ركلة الجزاء الذي لم يتم حتى الاستنجاد بالفار في للتحقق منها. كل هذه الأمور موجهة حتى تخرج الجزائر من هذا الدور. بصراحة نضيف لك نقطة في هذا الإطار، نقطة مهمة جدا. المغرب واللوبي هذا لم يكن ينتظر ويتوقع المردود الباهت للمنتخب الجزائري. لو كان يعلم أن إلا لما استعان بالحكم. بارك الله فيك. لو كان يعلم أن المنتخب الجزائري سيكون خارج الإطار في هذه الدورة لما استعان بالحكم، وكان يعتقد أن المنتخب سيظهر بتلك القوة التي أظهرها خلال مباريات الدور الأول. ولكن هنا نعود دائما إلى المشكلة الفنية البارحة أمام المنتخب النيجيري، أين ظهر المنتخب خارج الإطار. وهنا نلوم أكيد الطاقم الفني، نلوم اللاعبين، ونلوم القائمين على المنتخب الوطني. أعطيني وصف عدم حماية المنتخب. أعطيني وصف لما يحدث في هذه البطولة. أعطيني وصف دقيق. والله وصف دقيق لما يحدث في هذه البطولة. أعتقد أن كل شيء
موجه ومدبر حتى يتوج البلد المنظم. مهزله يعني. نعم. تعتقد انها مهزله جمال مسعودان؟ اكيد. عصابه الكاف دائما أكيد. هناك من ربما يضحك لما نتحدث عن نظريه المؤامره ضد المنتخب الجزائري، لا تيوري دي كومبلو. هل تؤمن بها بذلك الشكل الكامل؟ يعني المنتخب الجزائري كاين اللي يفكر فيها فيما قبل. احنا رانا نتحدث فيما راينا. ما بقاش سياسه لو كومبلوتيزم. لو كومبلو اون ايت اون تران دو لو فوار اي دو كونستاتي، رانا نشوفوا فيه يمارس على الفرق وعلى الفرق معينه. قلنا في يستفيد منها المغرب، وكانوا ضحيتها ربع منتخبات. الشيء اللي يحيرني انا كاعتبر نفسي انا انتمي لهذه العائله الكرويه العالميه تاع المسموم. امام انظار الفيفا انفونتينو يشوف، موتسيبي يشوف، كولينار تاع المسؤول على التحكيم العالمي على مستوى الفيفا يشوف كيف تذبح تنزانيا من الوريد الى الوريد، وهما يشوفوا. دارت الضجه وقال لك صايي سي بون من هنا وراح نديروا امور، فاذا به تزيد الامور تتفاقم اكثر. وشفنا ما حدث للجزائر، وماذا سيحدث لنيجيريا في النصف النهائي. انا حبيت نقول حاجه في ثواني. لماذا نحن اين غابت الجرينتا؟ وانا هنا اعود لك حسام بطبيعه العقد. علاش ندير لك عقد؟ انا ندير لك عقد تروح للنصف النهائي، او ندير لك عقد تجيب نقيسوا على 2019. علاش نقيسوا على نسختين متتاليتين نقيس عليها ونقول اذا فات الدور الاول معناتها راني قمت بالانجاز؟ علاش انفستيري بدو نيفو جرانتا؟ كنا الفريق تاعنا قلت لكم لينا الجزائريين امنا باللي راح نجيبوا لكم، فاذا به ضد نيجيريا اداء والله ما كان ينتظر واحد. ما لعبناش صح يقول له دير، وهذه لا ريسبونسابيلتي كوليكتيف. ونجاوب برك سي ماكورو الى اونتيرمون ريزون. احنا تكلمنا على لو ريزولتاج وتكلمنا على اللوبيين افريكان ولازم يكون، ولحد الساعه لم نرى شيء ولم نرى لها. اشكرك جزيلا سي جمال مسعودان، وعلى انا راني صراحتك حبا في المنتخب الوطني. نعم كلنا يعني مرينا بهذا الشعور. شكرا جزيلا لك ايضا علي بنجمه، اشكرك جزيلا. وانتهى وقت البرنامج. شكرا. سأفاجئك ان المنتخب النيجيري سيجتاز المنتخب المغربي ان شاء الله. ان شاء الله نشوف الروح الرياضيه. ان شاء الله نشوف الروح الرياضيه في المباراه. هذه ما تحلمش بها يا اخي علي ابدا. انتهى وقت البرنامج. ان شاء الله نشاهدوا الروح الرياضيه، وطبعا المنتخب الوطني سيكون في المقام الاول مستقبلا ان شاء الله. شكرا.